الزمالك وبيراميدز. يعني اتوقع نتوقع الاول من عند كابتن محمد. توقع ولا تمني؟ توقعك الاول ايه؟ توقع عشان هتكلم انا. ما انا توقعك الأول إيه؟ في حته الفنيات بتاعت الماتش. توقعك تعادل او 2-1 لفريق من بس. انت تتوقع ايه؟ اتوقع ان بيراميدز يكسب 2-1 عشان بيراميدز هي في دماغه دلوقتي انا مش هينفع اكون بطل افريقيا وما العبش افريقيا السنه الجايه. تتمنى ايه بقى؟ فانا دلوقتي اتمنى تعادل. الاثنين يخسروا نقط واجي انا اخد مع ده واخد مع ده واعدي اشوف الدنيا فيها ايه والحسابات رايحه فين وجايه منين. ده التمني. وانت يا كابتن؟ بصوا ان شاء الله يعني نقدر نحقق نتيجه ايجابيه اللي هي الفوز. بس انا برضو بقول لك اصل هنكسب 2-0. ده توقعك ولا تمنيك؟ توقعك الاول. يعني توقعي الاول. خلينا نقول توقعك الاول. توقعك الاول. ان شاء الله الزمالك يكسب 2-1 ان شاء الله الزمالك. عكس كلامه. بص الفنيات نادي الزمالك في الماتشين هقول لك بقى انا هتكلم. والفنيات بيراميدز اللي اللعيبه عنده الله اكبر جباره. طب انا هقول لك بقى. ما هو بيراميدز اتعادل عايز مع تكسب الماتش. بيراميدز؟ عشان هو ماتشك انت. عايز تكسب بيراميدز؟ عايز تكسب بيراميدز؟ سيب له الكوره. خط الظهر بتاع بيراميدز مش سبرينتر. عندك احمد سامي، عندك علي جبر، فانت عندك أسامة بتزيرا جلال. سبرينتر حلو بالظبط. عندك سنة عندك محمود مرعي. فالاربعه دول هم مش سبرينتر اساسا. فانت عايز تكسب بيراميدز. الزمالك عايز يكسب بيراميدز الماتش اللي جاي، يلعب على التحولات ويسيب له الكوره.